السماء بتارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء بتارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء بتارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء قلوبنا حبا تروى الشحطة في كل يوم باللون أرض كما العدل ألبستنا لون الرداء قلوبنا حبا تروى الشحطة في كل يوم باللون أرض كما العدل ألبستنا لون الرداء رداءتي قسما بجمهور الفريق وعشت نادينا العريق قسما بجمهور الفريق وعشت نادينا العريق أقرنا وارسع ويسرد وأهداف الخصوم أقرنا وارسع ويسرد وأهداف الخصوم ستارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء ستارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء ستارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء ستارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء قلوبنا حبا تروى الشحطة في كل يوم باللون أرض كما العدل ألبستنا لون الرداء قلوبنا حبا تروى الشحطة في كل يوم باللون أرض كما العدل ألبستنا لون الرداء رداءتي حتى وضعنا للخضوع شعارنا لا للرجوع حتى وضعنا للخضوع شعارنا لا للرجوع هتفت في ملعبنا الجموع الفوز ونسينا الهموم هتفت في ملعبنا الجموع الفوز ونسينا الهموم الفوز ونسينا الهموم ستارتي هيا زفي للشرطة لحنا للوفاء خفاقة هي رايتي للنصر في كبد السماء نلتقي وإياكم في واحدة من المباريات المهمة في البطولات العربية وافتتاحية مباريات دور ربع النهائي خروج المغلوب خالد الطريس. من سيقود هذه المباراة؟ من سيقود هذه القمة الكروية؟ كل الأمنيات إن شاء الله تعالى بأن تبقوا معنا في 90 دقيقة ماتعة إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء العربي ما بين شقيقين السد القطري والشرطة العراقي. ماذا عن قائمة الأسماء بالإضافة إلى من يقود المباراة اسم خالد الطريس ويساعد على مستوى الفيديو الحكم السعودي محمد الهويج، في حين قائمة الفريقين بهذه المباراة نبدأ بفريق السد في تشكيلة مشعل برشم في حراسة المرمى بالإضافة إلى رباعي الدفاع أوتافيو، خوخي بوعلام، طارق سلمان وبيدرو، في حين أكرم عفيف وماتيوس أوريبي، أحمد سيار وبلات الذي يعود إلى التشكيل الأساسي مع الفريق، بالإضافة إلى بغداد بنجاح وحسن الهيدوز. هذه قائمة أسماء السد
بهذا اللقاء في مواجهة هذا المساء. اللقطة التذكارية، والآن أمامكم طبعا التشكيلة اللي ذكرناها على حضراتكم، واللي يتقدمها حارس المرمى مشعل برشم الذي جاء ليأخذ دور سعد الشيب الذي بقي لسنوات الحارس الأساسي وحامي العرين مع الذئاب، وكذلك حامي العرين مع المنتخب العنابي. لكن على الجانب الآخر كما تتابعون قائمة الأسماء بالنسبة للشرطة العراقي في مباراة اليوم: أحمد باسل في حراسة المرمى، بالإضافة إلى بقية الأسماء: أحمد يحيى، مناف يونس، كرار عامر، فيصل جاسم رباعي الدفاع، إدريس نيانج، وأبو بكر عبد المجيد في الارتكاز، بالإضافة إلى فهد اليوسف، أحمد فرحان، وأمير صباح، ومحمود المواز في خط المقدمة بالنسبة للفريق. أحمد صلاح مدرب الفريق 41 سنة، سواء بالنسبة للشرطة الذي جاء في مجموعة صعبة للغاية كان فيها الاتحاد وكانت فيها أندية تونسية متمرسة مثل الصفاقسي وكذلك الترجي، أندية متمرسة على مستوى البطولات العربية، في حين على الجانب الآخر فريق وقف في صدارة مجموعة ضمنها الهلال السعودي، وقف متصدرا من أمام وصيف العالم الهلال. لذلك نحن نقول ونذكر بأننا أمام مباراة رائعة بحول الله تعالى ستتابعونها في هذا المساء. إذن اللحظات اللي ننتظر معها السيد خالد الطريس ليعطي إذن البداية وانطلاقة مباراة اليوم. العد التنازلي كما تتابعون في شاشة الملعب قبل انطلاقة المباراة، قبل بدء أحداث هذه المواجهة. بعد خطأ بالكرة الماضية، إعادة الكرة من طارق سلمان، مرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية. الإبعاد جاء من المدافعين بنجاح في اللقطة الماضية من مدافع السد، لكن الكرة تبقى خطيرة بمحاولة عرضية واصلة إلى طارق سلمان. التسديدة الشرطة ضاعت عليه أول أهداف المباراة. طارق سلمان في أداء مرتبك مع بداية المباراة، الكرة مرت بسلام. طارق سلمان يبدو أنه لم يدخل أجواء المباراة بعد. هذه العرضية مرة أخرى، وكرة طارق سلمان اللي عدت منه، ثم عرضية إلى إدريس نيانج، واحد من أهم الحلول، إلى أوتافيو الذي يعود للتشكيل الأساسي. أكرم عفيف مع الكرة، هذا الخطر كله أكرم عفيف مفتاح اللعب بلا شك بالنسبة للسد. الكرة اللعب الهيدوس يلعبها من الجهة اليمنى، بيدرو بعرضية والراسية مرت إلى خارج أرضية الملعب، وإدريس نيانج يعملون إضافة ممتازة في وسط الملعب بالنسبة للشرطة. الكرة اللعب إلى أكرم عفيف، أكرم في انطلاقة، الكرة اللعب تمريرة واصل الهيدوس، العودة إلى أكرم عفيف، السقوط لأكرم، والقرار بركلة جزاء من حكم المباراة خالد الطريس ربما بحاجة أيضا الهويش للتأكيد على قراره في ظل اعتراض عناصر الشرطة العراقي حول هذا القرار الذي جاء بركلة جزاء للسد بعد الاحتكاك مع أكرم عفيف. شوف اللقطة مرة أخرى، التمريرة باتجاه أكرم عفيف، عادت الكرة لأكرم، التدخل الدفاعي، العرقلة في هذه اللقطة. خالد الطريس لم يتردد بأن يحتسب للسد ركلة جزاء مع هذه الكرة وفي هذه اللقطة. شوف الكرة من جديد، أكرم عفيف وأحمد باسل كلهم بانتظار خالد الطريس ليعطي القرار في تنفيذ ركلة الجزاء. أكرم عفيف، جول! الزعيم السداوي يتقدم عن طريق أكرم عفيف بأول هدف شوط المباراة الأول. أكرم نجح في تسجيل الهدف الأول باللقاء. كرة كانت صعبة على حارس المرمى أحمد باسل، وضعها في الجهة المقابلة. سجل أكرم لفريق أول أهداف المباراة. هذه الإعادة لركلة الجزاء، وهذه تنفيذ ركلة الجزاء من أكرم عفيف. أحمد باسل في اتجاه، وأكرم عفيف أخذ اتجاه آخر ليضع السد في اتجاه دور نصف النهائي، ويتقدم للسد بهدف مقابل لا شيء في شوط المباراة الأول. السد 1-0 في شوط المباراة الأول عبر أكرم عفيف. مجهودات كبيرة دائما لأحمد فرحان مع الشرطة. عرضية الكرة لمنطقة الجزاء مبعدة من ماتيوس أوريبي. تعود الكرة بتسديد، الله! هنا وقف الصورة، هنا وقف الكاميرا، هنا وقف اللقطة،
هنا أمامك أحلى لقطة سجلها الشرطة. 1-1. النتيجة ترجع مرة ثانية للشرطة العراقي بهدف رائع من مسافة بعيدة من يعيدة، ونشوفه مرة ثانية في لقطة جديدة. هدف التعادل اللي جاء من مكان بعيد في صورة ولا أروع، في صورة صعبة على مشعل برشم، جاءت في الزاوية الصعبة على مشعل برشم. قلت لك الكرات الثابتة واحدة من الحلول، وهذه الكرة جاءت من مسافة بعيدة. صعبة يا مشعل، صعبة يا برشم، من بعيد أرسلها ووضعها هدف تعادل. أعاد معها الشرطة من جديد في المباراة بنتيجة التعادل. هدف لمثله للشرطة العراقي من مسافة بعيدة. أمير صبر إلى ركلة ركنية منفذة. مباراة صعبة، مباراة كبيرة. الراسية يا مشعل، يا مشعل، أشعلوها أمامك يا مشعل، أشعلوها أمامك يا مشعل. مباراة صعبة يا مشعل. شوف العرضية مرة ثانية. مشعل برشم أنقذها في المرة الأولى، أنقذها في الثانية. برشم يتحمل المسؤولية كاملة بنفسه من أمام الشرطة للخلف إلى مناطقهم الدفاعية للدفاع عن مرماهم. يعرفون بأنهم خطيرين من الكرات الثابتة ومن هذه الكرات بالتحديد. هذه المرة برشم كان يقف، أبعد الكرة لخارج أرضية الملعب. يا لا من تسديدة من فهد اليوسف. أوبا، قوية كانت الكرة. في هذه الأثناء والسيدات والسادة، أعلن حكم المباراة السيد خالد الطريس صافرة معلنا عن نهاية أحداث شوط المباراة الأول من هذا اللقاء الجميل الذي كان رائعا في شوط المباراة الأول. على ما يبدو بأنه بالإضافة إلى مشعل برشم، أوتا فيو، خوخي بو علام، طارق سلمان، بيدرو، هؤلاء رباعي الدفاع. ركلة الركنية لصالح السد ملعوبة من الهيدوس. هيدوس لعب كرة لمنطقة الجزاء لكنها مقطوعة. ترجع مرة ثانية التمريرة بالجهة اليسار لمصلحة الشرطة. الانطلاقة من الجهة اليسرى، الضغط على حمل الكرة لتعود الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى الأوت. رمية جانبية، لعبة الرمية الجانبية هذه خطيرة، هذه خطيرة. الإنقاذ في الوقت الحاسم، الإنقاذ في الوقت الأخير، الإنقاذ في اللحظة الحاسمة كانت من طارق سلمان. أبعد فيها الكرة على الشرطة العراقي. تردد، تأخر يا ترى أو تردد يا ترى. سنعود مرة أخرى إلى اللقطة من جديد لنتأكد لماذا تأخر في تسديد الكرة، لماذا كان المدافع أسرع في إبعاد الكرة اللي انتهت في النهاية لصالح السد. أشار إلى شكوك حول اللقطة الماضية بأن فيها ركلة جزاء. تدخل بغداد بنجاح، هو يتابع اللقطة كما تابعناها قبل قليل، يراقب قدم بغداد بنجاح هل جاءت في قدم لاعب الشرطة العراقي. شوف اللقطة من جديد، الإعادة لتدخل بغداد بنجاح بهذه اللقطة. خالد الطريس هل يرى فيها ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو في الوقت الذي السد يستعد لإجراء تبديل؟ نعم. قرار بركلة جزاء، وليس ذلك فحسب. البطاقة ستذهب إلى بغداد بنجاح على التدخل اللي تدخل في اللقطة الماضية. آسيو محمد تقدم، آسيو محمد بالضبط لعبها. ربما كان ينظر لسيناريو مختلف عن هذا السيناريو الذي يتابع في مباراة الليلة. الكرة اللعب للهيدوس، هيدوس إلى محاولة لكرة اللعب في الأمام. بلاتا ينطلق ويسدد كرة. الله الله الله، يا هي كرة من بلاتا مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، إلى محاولة، حاول الرد على الشرطة وبكرة أيضا من خارج منطقة الجزاء. كان يعرف بأنهم قد عادوا من خارج منطقة الجزاء، أراد للسد العودة من نفس المكان لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة لصالح السد. هل يعود السد أو يعلن الشرطة نفسه أول الواصلين إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية؟ الشرطة يستعد لإجراء تبديل جديد في شوط المباراة الثاني مع تقدم الكرة وتسديد. الله، سلامي على الشرطة، سلامي على أبناء العراق، سلامي على أبناء الرافدين. هدف ثالث جميل.
أجزم بأن برونو لم يتمكن من قراءة المشهد بالشكل الصحيح. الكرة اللعب على الجهة اليمنى، السد عند محاولة إلى عرضية في منطقة الجزاء. أكرم عفيف مع كرة ترجع بالخلف وتسديد أحمد باسل. تألق فيها قائد الشرطة العراقي. منظومة جماعية تمكن من إخفاء كل هذه الأسماء، تمكن عبر العمل الجماعي الذي قدم أحمد صلاح ونجاح عناصره في تطبيق خطة المدرب تماما. تمكن من النجاح في شوط المباراة الثاني الكرة، وتمكن من إخفاء السد تماما في شوط المباراة الثاني. الكرة اللعب على الجهة اليمنى لصالحي في شوط المباراة الثاني، لذلك السد نراه بأنه يعاني الأمرين في المناطق الدفاعية ولا يعود في المباراة للتعديل. هذه كرة تسدد إلى رابع. الله 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 الله. الشرطة بالأربعة ما أروعة. الشرطة يتفنن بشباك السد من كل الاتجاهات، من كل حد وصوب، يقتل مرمى مشعل برشم من كل الاتجاهات برباعية، يصل إلى دور نصف النهائي من البطولة العربية برباعية رائعة. السد يتقدم بالهدف الرابع، هذه المرة يضيف هدفا رابعا في المباراة، يتمكن من تسجيله في مرمى السد للمرة الرابعة والمرة الثانية. آسيو محمد يسجل ثاني أهدافه في المباراة ورابع أهداف فريقه في المواجهة. السد انهار، السد انهار، السد انهار في هذه الليلة في مواجهة أحمد صلاح ورجاله في ملعب المباراة. تمكنوا من تسجيل الهدف الرابع. رباعية للشرطة الذي أبدع في مباراة هذا المساء. كرة أحمد باسل أخطأ فيها، ترجع لأكرم عفيف استغلها. أحمد باسل اقترف خطأ، أتاح للسد أن يقلص الفارق ويصبح على بعد هدفين. برافو بغداد بنجاح، ما كان فيها أناني، على طول فكر بأكرم عفيف لأنه الوقت لا يسمح، الوقت لا يسمح بالنسبة للسد ولبغداد بنجاح بأن يلعب بأنانية في هذه اللقطة. فكر بأسلوب صحيح وبطريقة صحيحة، لعب الكرة لأكرم. أكرم مباشرة في المرمى أتاح الفرصة لفريقه إلى أن يبقى على بعد هدفين. اللي يواجه الزمن، اللي يواجه الزمن قبل ما يواجه الشرطة في الأوقات الأخيرة بالمباراة. الكرة تلعب من أكرم عفيف، العرضية الرأسية، الرأسية إلى خارج أرضية الملعب، وكرة كم ممكن تأخذ المباراة إلى اتجاه آخر، إلى زاوية أخرى. الرأسية مرت إلى خارج أرضية الملعب. شوف العرضية من جديد، الرأسية عدت إلى ركلة مرمى. كرة كم ممكن تأخذ